هل تتخيل إن في سنة 2025 ولسه في دول الناس فيها مش لاقية مية نظيفة تشربها؟ في ناس بتعيش يومها كله على وجبة واحدة ويمكن حتى أقل، وفي أطفال بيقطعوا كيلومترات كل يوم عشان يوصلوا المدرسة أو حتى لمصدر مية. وفي نفس اللحظة في بلاد تانية بتصرف ملايين الدولارات على الألعاب النارية والمهرجانات. ساعتها لازم تسأل نفسك السؤال اللي دايما بنهرب منه: ليه لسه في فقر؟ وليه في بلاد كاملة تعتبر من أفقر دول العالم؟ هل هو سوء حظ؟ ولا استعمار؟ ولا فساد؟ ولا يمكن لأن العالم أصلا معمول كده، نظام بيخلي الأغنياء يزيدوا غنى والفقراء يزدادوا فقر؟ النهاردة في دماغ تاني هنغوص جوه الخريطة المظلمة للفقر. هنعرف ايه هي افقر دول العالم، وليه بالذات الدول دي اللي واقعة في دايرة ما بتخلصش من الازمات. بس قبل ما نبدأ خليك فاكر ان الارقام مش مجرد احصائيات، دي حكايات عن ناس حقيقيين بيحاولوا يعيشوا رغم كل حاجة. نبدأ اولا ونفهم يعني ايه افقر دولة في العالم. البنك الدولي بيقسم الدول حسب متوسط دخل الفرد السنوي، يعني قد إيه كل شخص في البلد بيكسب في السنة. لو الرقم أقل من $1045 في السنة، الدولة دي بتدخل فئة الدخل المنخفض، أو زي ما بنسميها أفقر دول العالم. بس الأرقام دي مش كل القصة، لأن الفقر مش بس إنك مش معاك فلوس. الفقر الحقيقي هو لما ما تقدرش تحقق احتياجاتك الأساسية: أكل وتعليم وصحة وسكن ومياه نظيفة. يعني ممكن بلد يكون عندها موارد، لكن سوء الإدارة والفساد يخلي الناس تعاني كأنهم في صحراء. دلوقتي خلينا نشوف مين فعلا أفقر 10 دول في العالم حسب تقارير الأمم المتحدة والبنك الدولي لعام 2025. استعد لأن الأرقام صادمة. 1. بوروندي. الدخل السنوي للفرد حوالي $240 بس. تخيل، ده أقل من $1 في اليوم. الحرب الأهلية دمرت البنية التحتية، والفساد خلاها في قاع الترتيب سنين طويلة. رقم 2. جنوب السودان. بلد غني بالنفط، لكن الحرب والفساد خلوه من أفقر الدول. أكتر من 75% من السكان تحت خط الفقر، وملايين عايشين على المساعدات الدولية. 3. ملاوي. بلد زراعي بسيط، لكن بيواجه جفاف مستمر ونقص في الخدمات الصحية والتعليم. التعليم هناك رفاهية مش حق ليهم. رابع دولة جمهورية أفريقيا الوسطى. الموارد موجودة والذهب موجود، لكن الصراعات المسلحة نهبت كل شيء، والشعب بقى ضحية في وطن غني. رقم 5. الكونغو الديمقراطية. من أغنى الأراضي بالمعادن في العالم، ومع ذلك الناس هناك مش لاقية كهرباء. المفارقة دي هي وجه الفقر الحديث: غني بالموارد وفقر الإنسان. رقم 6. مدغشقر. الجمال الطبيعي مش كفاية لما الجفاف والمجاعات يضربوا البلد كل سنة. أكتر من نص السكان تحت خط الفقر. 7. دولة تحت خط الفقر: النيجر. صحراء وضعف في التعليم وهجمات إرهابية مستمرة. الناتج المحلي هناك من الأقل في العالم. رقم 8. تشاد. رغم وجود النفط، النظام الاقتصادي غير مستقر. الفقر هناك مرتبط ارتباط مباشر بالفساد. 9. ليبيريا. بلد خرج من حرب أهلية طويلة ولسه بيحاول يقف على رجليه. الفقر هناك جزء من الحياة اليومية. رقم 10. دولة أفغانستان. بعد سنين من الحروب الاقتصاد منهار، والمساعدات الإنسانية هي اللي بتخلي الناس عايشة. تلاحظ إن أغلب الدول دي في القارة الأفريقية، ودي مش صدفة. القارة اللي كانت غنية بالموارد بقت النهاردة غنية بالأزمات. طيب ليه الدول دي فقيرة؟ الفقر مش بيجي بالصدفة، وعشان نفهمه لازم نبص ورا الصورة. أولا، الاستعمار التاريخي. معظم الدول دي كانت مستعمرات أوروبية. القوى الاستعمارية نهبت الثروات وسابت وراها حدود مصطنعة وصراعات إبلية، والنتيجة
دول لسه بتحاول تلم نفسها بعد قرن من الاستغلال. ثانيا، الفساد السياسي والإداري. لما السلطة تكون في إيد قلة من الناس بيتم نهب الموارد بدل توزيعها. الفساد هو السرطان اللي بياكل أي محاولة للتنمية. ثالثا، الحروب والنزاعات الداخلية. كل حرب بتتكلف مليارات وبتدمر المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، وبتخلق جيل كامل مش متعلم ومش مؤهل. رابعا، ضعف التعليم. الفقر بيولد جهل والجهل بيولد فقر، دايرة مغلقة. أغلب الأطفال في الدول دي ما بيوصلوش حتى للمرحلة الإعدادية. خامسا، الاعتماد على الزراعة التقليدية. الزراعة هناك بتعتمد على المطر وعلى أدوات بدائية مش آلات حديثة، ولما يحصل جفاف المجاعة بتيجي بعدها على طول. التغيير المناخي. القارة الإفريقية بتدفع تمن الاحتباس الحراري رغم إنها مش السبب فيه. موجات الجفاف والفيضانات ونقص المياه كلها بتزود الفقر يوم بعد يوم. تخيل لما وجوه الناس تعبر عن حالات ودول الفقر دي. تخيل بنت في بوروندي عندها 10 سنين بتصحى كل يوم الساعة 5 الفجر، تمشي ساعتين عشان تجيب مية للأسرة، مش هتلعب ومش هتتعلم. الحياة بالنسبة لها مش اختيارات، الحياة عندها نجاة. وفي الكونغو في مراهق اسمه باتريك بيشتغل في منجم كولتان، المعدن اللي بيتصنع منه موبايلك. بيكسب $2 في اليوم وسط غبار ومعادن سامة. كل مرة تمسك فيها تليفونك في احتمال ان طفل من العالم الثالث ساهم في صناعته وهو نفسه مش قادر يشتريه. طيب هل في أمل؟ الإجابة أيوة، في أمل. في دول قدرت تكسر دايرة الفقر زي رواندا اللي كانت منهارة بعد إبادة جماعية في التسعينات، لكن النهاردة بقت من أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا. ليه؟ لأنهم ركزوا على التعليم والمشروعات الصغيرة وتمكين المرأة. كمان أثيوبيا رغم التحديات بدأت تعتمد على الطاقة الكهرومائية والسياحة البيئية. التغيير مش مستحيل بس محتاج إرادة وإدارة ووعي. الفقر مش مجرد عالم ما عندوش موارد، المشكلة إن الموارد مش بتتوزع صح. يمكن مش بإيدينا نغير العالم كله، بس نقدر نبدأ من وعينا لما نفهم ونتكلم ونرفض التطبيع مع الظلم والفقر. وفي النهاية تفتكر هل ممكن يجي يوم العالم فيه ما يكونش فيه أفقر دول، ولا الفقر جزء من النظام اللي بنعيش فيه؟ دي كانت حلقتنا من دماغ تاني. لو حبيت المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان دايما تشوف الدنيا بعين دماغ تاني. وأخيرا نقول المشكلة مش نقص فلوس، الفقر الحقيقي هو غياب العدالة.